السلام عليكم سيدنا، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. نهاركم مبروك وساعتكم سعيده. معكم محمود في موضوع جديد. في هذا الفيديو غادي نعطيكم خطه علميه وعمليه باش نربيو ولادنا وسط هذه الانفلاتات التربويه اللي كيعيشوا فيها بلا كثرة الكلام. التربيه اليوم خاصها علم زائد دين زائد ثقافه مغربيه اصيله. اول اسلوب غادي نهضروا عليه في مساله التربيه هي القدوه العمليه. ولادنا ما كيتعلموش غير بالكلام، كيتعلموا بالمشاهده، وكما كنعرفوا كاملين ان علم النفس كيأكد ان السلوك كينتقل عبر التقاليد. في دارك الا بغيتي ولدك يصلي خاصك تصلي قدامه بلا اوامر. النهار غيحل عينيه ويشوفك انت كتصلي حتى هو غيولي يصلي. الا بغيتي ولدك يحترم الناس خاصو يشوفك انت كتحترم الجيران ديالك وكتحترم الاقارب ديالك. وإلا بنتك بغيتيها دير الحجاب خاصها تشوفك انت كأم انك كدير الحجاب. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف ديالو وضح لنا انه الاساس ديالو على الجا، قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه هي التربيه بالحوار والنقاش. هو ان الحوار يكون مفتوح، ماشي غير دير هادي وما تناقشنيش، لا خاصك تشرح لولدك علاش. في علم التربيه راه كاينه واحد التقنيه سميتها طرح الاسئله المفتوحه باش يخلي الطفل ديالك يفكر. كيفاش هذا البلان؟ شرح لينا. الولد ديالك فاش تبغي تعلموا شي حاجه على الصدق ماشي تقول ليه اجي الصدق راه هو كذا وكذا وتعطيه تعاريف وتعطيه، لا تسولو، تاخذ الراي ديالو، تقول ليه ولدي شنو الراي ديالك في الصدق، وخليه هو يفكر ويجاوبك، وسولو اشنو كيوقع للناس اللي كيكذبوا، وخليه هو عاوتاني يجاوبك. ومن بعد انت كتحاول انك بارطاجي معاه معلومات حول الموضوع اللي كتناقش معاه بطريقه فنيه وباسلوب لابق. وطبعا الدري راك تتنحت ليه ديك الافكار في العقل ديالو. هنا غادي تبين لي واحد الاسلوب من بين الاساليب اللي الله سبحانه وتعالى بينها لنا في القران الكريم: ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. النقطه الثالثه اللي غادي نهضروا عليها هي التدرج في التربيه والتحفيز. ماشي العصا والعقاب فقط. العصا والعقاب فقط بعض المرات يكونوا نافعين، ولكن ماشي هما الاساس اللي كتبنى عليهم التربيه. راه عاوتاني رجعوا لعلم النفس كيهضر على التعزيز الايجابي، يعني تكافئ ولدك ملي يدير تصرف زوين. شوف الله سبحانه وتعالى كيتعامل معنا بمنطق المكافاه. درتي شي فعل ديال الخير كتجازى به حسنات، والله سبحانه وتعالى بين لنا ان الحسنات يذهبن السيئات. يعني منطق التعزيز الايجابي ولا المكافاه راه فعال في مساله التربيه. كافئ ولدك ملي يدير شي تصرف زوين ولو بشي كلمه زوينه: انا كنبغيك، انا فخور بك، راك تبارك الله عاجبني الطريقه ديالك، هذا الاسلوب اللي درتي راه مزيان. هاد النقاط كلها كتخلي ان الابن ديالك يمشي على واحد الطريقه مزيانه في التربيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان ديما كيشجع الصحابه الصغار بكلمات طيبه. وعندنا حنا في واحد المثال مغربي تيقول لك كلمه زوينه تطرد الروح. يعني بالكلام الزوين وبالتدرج في التربيه والتحفيز كتخلي داك الابن ديالك انه يزيد لقدام. ولكن الا كان العكس راه كون متيقن انك كتساهم في الهدم ديالو. وهنا مباشره غادي ندوزوا للنقطه الرابعه اللي هي التربيه بالمسؤوليه والتكليف. خاصنا نعلموا ولادنا تحمل المسؤوليه من الصغر ديالهم، ماشي تبقى تقول لا راه باقي صغير. دابا ولينا كنشوفوا شباب في السن العشرينيات وباقين الوالدين ديالو كيعتبروا انه راه باقي صغير، وهذا الشيء راه من الاخطاء الفادحه اللي كتؤدي للانفلات الاخلاقي عندنا في المجتمع ديالنا. خاص من سن 5 سنوات 6 سنين الدري كيولي يعرف. خاصنا نعلموه يتحمل المسؤوليه ولو بحاجات بسيطه في الدار، مثلا يرتب فراشو، مثلا يستف الملابس ديالو، مثلا يعاون مالي الدار في بعض الخدمات البسيطه. هاد الحوايج كيبنيو عند الطفل شخصيه قويه. والرسول صلى الله عليه وسلم في واحد الحديث ديالو لابن عباس وهو صغير قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات. هنا البيت القاصد عندنا من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاول أنه يبين لابن عباس أنه لازم يتحمل المسؤولية من الصغر ديالو في العقيدة. هنا التحمل ديال المسؤولية راه شي حاجة مهمة للولاد ديالنا، وأننا نعلمهم أنهم راهم غيوصلوا لواحد المرحلة عمرية غيوليو مكلفين، وبالتالي غادي تولي تكتب عليهم سيئاتهم وحسناتهم قدام الدولة. غيوصلوا لواحد العمر غيوليو مسؤولين قانونيا، يعني أي خطأ تيرتكبوه غادي يتحملوا العواقب ديالو. وبالتالي خاصنا نآمنوا بأن التربية بالمسؤولية راه واجب حتى هي. والنقطة قبل الأخيرة اللي هي التربية بالحب بلا دلال زائد، يعني ما نفشوهمش أكثر من القياس، وفي نفس الوقت ما نحرموهمش من الحنان ديالنا والحب ديالنا. الطفل اللي كيتلقى الحب مستقر كيكبر متوازن، ولكن كل شيء زاد عن حده ينقلب إلى ضده. الولد إلا فششتيه من الصغر كيوصل لواحد المرحلة عمرية كيولي أنه باغي شي حوايج أكثر من داكشي اللي كنتي كتعطيه، وبالتالي تيقدر أنه ينفلت منك. لهذا خاص نعرفوا كيفاش نربيو ولادنا بالحب. ديما نعنقوهم ونطلعوا فيهم، والمكافآت فاش نجيو للدار نحاولوا نجيبوا لهم هدايا ولو بسيطه. لما جبناش هدايا نديروا افعال ولو بسيطه. هاد الافعال راه كتاثر على الوليدات ديالنا، ودائما نعبروا لهم بالاحاسيس ديالنا اننا كنبغيوهم واننا كنديروا هذا الشيء من اجلهم. النبي صلى الله عليه وسلم راه قال لنا: من لا يرحم لا يرحم. راه كاينين بزاف ديال الاباء كيهملوا الاطفال ديالهم بمنطق انهم كيوفروا الضروريات اللي هي المسكن والماكل، الاشياء الماديه، وكينساو الاشياء الروحيه ولا العاطفيه مع الوليدات ديالهم. الوليدات ديالهم تيمشيو يقلبوا على هذا الشيء برا، وهذاك الشيء اللي كيقلبوا عليه برا يعني في
الشارع هو اللي كيأثر عليهم وكيؤدي بهم الانفلاتات الاخلاقيه، وممكن يؤدي بهم في المرحله العمريه ديال المراهقه انهم يمشيو للادمان ولا يمشيو للحوايج اللي لا تحمد عقباها. وبالتالي خاصنا نربيو وليداتنا على الحب من الصغر، نحاولوا ما امكن ان الاطفال ديالنا ما نخليهمش يبحثوا على شي حوايج خارج البيوت ديالهم بل وسط البيوت ديالهم. والنقطه الاخيره اللي هي التربيه بالقصه والمثال الواقعي. دائما الا بغيتي توصل شي فكره لولدك ولا لبنتك حاول تستعمل معاه اسلوب القصه في التربيه. عقول الاطفال كتحب الحكايات، وحتى المراهقين راه نفس الامر، حتى هما عزيز عليهم القصص وعزيز عليهم الافلام وعزيز عليهم اساليب مشوقه باش توصل لهم ميساجات. بالتالي راه الله سبحانه وتعالى علمنا وربانا حنايا كأمة إسلامية بمجموعة من القصص ديال الأنبياء في القرآن الكريم، والصحابة نفسهم يعني ما وصلوا لهذيك المرتبة اللي وصلوا لها إلا بأنهم تعلموا من القصص ديال الأنبياء وديال الأولين من الأقوام اللي دازت قبل. في النهايه وما تنساوش راه كاين واحد النقطه مهمه بزاف اللي هي الدعاء ديال الوالدين، راه سلاح قوي باش انه يصلح الابناء، والدعاء الصالح ديالك راه يقدر يغيرهم من حال لحال اخر افضل. وياك تدعي على اولادك في الوقيته ديال الغضب بدعوات اللي تقدر انها تكون في لحظه استجابه وتصدق نادم حياتك كامله بسبب ديك الدعوه اللي دعيتي على الابن ديالك. الله يصلح وليداتنا ويثبتنا على الطريق الخير ويجعلهم من الصالحين. وما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الامهات والاباء وخليوا واحد التعليق نشوف اشنو هي اصعب المشاكل اللي كتواجهكم في التربيه مع وليداتكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.